السلام عليكم، اهلا بكم في فيديو جديد. طبعا كلنا لما بنيجي نبدأ رياضة او بنحب نمارس رياضة بنبتدي بقى نسأل على المكملات واخد ايه وما اخدش ايه واخدها لفترة قد ايه وايه اللي ممكن فعلا يفيدني وايه اللي ما يفيدنيش، وبنبتدي ندور بقى ونخش على النت ونبص على المكملات اللي موجودة واللي متاحة ونبتدي بقى نشتري مكملات ليها فايدة ومكملات ملهاش فايدة. بس المهم انه يبقى معانا مكملات وخلاص عشان نبقى مرتاحين نفسيا. انا في الفيديو ده هكلمكم عن الكرياتين ومكملات البروتين، فيلا بينا. اهلا بيكم. الكرياتين هي ماده طبيعيه بتتصنع في الجسم طبيعي، مكونه من 3 احماض امينيه: الارجينين والجلايسين والميثيونين. الارجينين والجلايسين بيتحدوا مع بعض في الكليه وبيكونوا حاجه اسمها جوانيدينو اسيتات. الجوانيدينو اسيتات ده بيروح للكبد وبيتحد مع الميثيونين عشان يكون لي الكرياتين. فانت طبيعيا لو عندك ال3 احماض امينيه دول اللي جبتهم من الاكل هتصنع الكرياتين في الجسم. الكرياتين ده بيروح عبر الدم وبيروح للعضلات، بيتخزن في العضلات على شكل الفوسفوكرياتين، يعني بيمسك في مجموعه فوسفات، بيفضل بقى في العضلات لحد لما انت تمارس رياضه والجسم يبقى محتاجه. لما يبقى الجسم محتاجه بيدي مجموعه فوسفات للاي دي بي اللي هي الصوره اللي قبل الاي تي بي اللي هو بتاع جزيء الطاقه، عشان يحول الاي دي بي للاي تي بي فيبقى عندك جزيئات طاقه. فهو مصدر رئيسي للطاقه، بيديك جزيئات طاقه في الاخر. البروسيس ان هو يدي مجموعه فوسفات للاي تي بي عشان يحولها للاي تي بي دي سريعه قوي، فهو مهم جدا في الرياضات اللي هي السريعه والعنيفه زي السبرنتات، او لو انت هتشيل اوزان عاليه لتكرارات بسرعه. طب الكرياتين موجود فين طبيعي في الاكل؟ موجود في اللحمه الحمراء، يعني موجود كمان في المأكولات البحريه، بس بشكل عام في اللحمه الحمراء. يعني انت لو كلت لحمه حمراء هتاخد كرياتين جاهز. ما بتاكلش لحمه حمراء الجسم بقى بيبتدي بقى يكون الكرياتين من الاحماض الامينيه اللي انت بتاكلها، يعني على حسب انت بتاكلها ولا لا. يعني مثلا الميثيونين ده حمض اساسي، يعني لازم بيجي من الاكل، فانت لازم تاكل حاجه فيها ميثيونين عشان جسمك يعرف يكون الكرياتين. طيب ده بالنسبه للكرياتين. بالنسبه بقى لمكملات البروتين زي مثلا الواي بروتين وحاجات تانية، هي بتبقى مصنعه من عاده من الحليب او من بياض البيض. طبعا بقى يعني منتجات الحليب ده بيبقى قليله الدسم او منزوعه الدسم، يعني بيقللوا منها. وعامه يعني اي منتج منزوع الدسم ده ما بيبقاش منتج صحي من الاخر، يعني هو ده كلام يعني قتل بحثا. وموضوع انك تاكل حاجه خاليه الدهون وانك تقلل الدهون ده هو اللي صحيح، وان انت لو اكلت دهون ده انت هيجيلك امراض قلبيه واوعيه دمويه وحاجات كده. خرافات قتلت بحثا، وابحاث يعني عفى عليها الزمن وتم يعني دحضها بابحاث اكثر دقه وجديده، بس الناس برضو ماشيه على النظام القديم. طبعا مكملات البروتين دي بيبقى كمان معاها يعني محليات وسكر عشان الطعم، وبيبقى معاها مرات ملونات وكمان مستحلبات عشان يخلي المزيج ما بين الحليب والميه يبقى كويس. يعني من الاخر يعني حتى لو حاولوا ان هم يخلوه طبيعي 100% او قريب للطبيعي، برضه في الاخر ده منتج مش طبيعي 100% وعليه اضافات. طيب قبل ما نتكلم على اي مكمل لازم تعرف 3 نقاط مهمين. اول نقطه ان دايما الطبيعي احسن من الصناعي، ده قولا واحدا. يعني انك تاخد اللي انت محتاجه من الاكل ده احسن بكتير على المدى البعيد وصحيا على المدى البعيد من انك تاخد حاجه منتج مش طبيعي او مصنع. تاني نقطه اسمه مكمل، يعني هو بيكمل للغذاء بتاعك. يعني انت المفروض ان انت احتياجاتك اليوميه من اي حاجه سواء بروتين او دهون او فيتامينات او عناصر غذائيه تبقى من الاكل، ولو ما قدرتش توصل للاحتياج 100% من احتياجاتك بتكمل بالمكمل. نظام بقى اللي هو لا انا هخلي اكلي كله من المكملات وخلاص، هتلاقي نتائج وهتلاقي نفسك لو انت غرضك الكتله العضليه هتلاقي نفسك بتزيد كتله عضليه. وهتلاقي ناس كتيره تقعد تقول لك بقى خد قبل التمرين وبعد التمرين وقبل النوم، هتلاقي كميات مهوله. كل ده مش صحيا على المدى البعيد. حاجه كمان تثبت الكلام ده ان انت ممكن توصل لاحتياجاتك اليوميه من البروتين من المكمل، بس انت حرمت نفسك من كل العناصر الغذائيه والفيتامينات اللي موجوده في اللحمه. يعني اللحمه دي فيها فيتامينات، فيها كل الفيتامينات، فيها عناصر غذائيه، فيها الحديد، فيها معادن، وفيها بروتين، وفيها كرياتين. يعني كل ده موجود في اللحمه. انت لو كلت طبيعي هتاخد كل ده. انت استغنيت عن كل ده وخدت البروتين والكرياتين كمكمل وحرمت نفسك من كل الفيتامينات والمعادن والحديد والعناصر الغذائيه. طيب البروتين ده موجود فين طبيعيا؟ موجود في اللحمه او اي
او اي بروتين حيواني او موجود في البيض. انا متفاهم ان انت ممكن تبقى قاعد في مكان اللحمه فيها سعرها غالي، فانت ما تقدرش تاكل اللحمه يوميا، او مثلا انت نفسك مش قادر تاكل لحمه يوميا، او مش قادر توصل لاحتياجك اليومي من البروتين من اللحمه. كل بيض، يعني هو ارخص من اللحمه، ومن ارخص مصادر البروتين اللي ممكن تاكلها. الدراسات بقى اللي هي الخرافات القديمه اللي كانت تقول لك ان كتر البيض ده من مشاكل القلب والاوعيه الدمويه، وانه بيرفع الكوليسترول، وده اللي هو هيجيب لك مشاكل ويحسسك ان انت هتموت بكره. ودي دراسات عفى عليها الزمن من قديم الازل، وجت دراسات حديثه اثبتت ان البيض ملوش اي مشاكل. يعني حتى في دراسه جديده جدا اثبتت ان الكوليسترول اللي بيجي من الاكل ملوش اي علاقه بمستوى الكوليسترول في الدم. مش بس كده، ده كمان بيقول لك ان الكوليسترول اللي في الدم 85% منه بيجي من الكبد، و15% منه بيجي من الاكل. يعني ولنفترض ان انت لغيت الدهون تماما من اكلك، صمت، كنت بتشرب ميه بس، انت لغيت 15% بس من تركيز الكوليسترول في الدم، يعني ولا حاجه. ونفس الدراسه كمان قالت ان الكوليسترول ملوش اي علاقه بامراض القلب والاوعيه الدمويه. ده حتى كمان قالت لو كلت حاجه فيها كوليسترول مع الترانس فات، يعني وقالت ان حاجه شبيهه بالويسترن دايت، يعني الاكل الغربي زي مثلا في امريكا اللي هو بيبقى معظمه اصلا بيبقى فاست فود ودهون جايه من زيوت مهدرجه بيطبخوا بيها، قال لك ان ده ممكن يعلي الكوليسترول في الدم. طبعا احنا مش هنقول ان المشكله في الحميه الغربيه والترانس فات، ولكن هنقول ان المشكله في البيض. ليه؟ لان احنا ماشيين بمنطق هذا ما وجدنا عليه ابانا. موضوع بقى ان الكوليسترول هو المشكله، الكوليسترول العالي مش مشكله. انت اصلا مخك مصنوع من كوليسترول ومحتاج كوليسترول، ومن غير كوليسترول مخك مش هيشتغل. يعني زي مثلا عربيه محتاجه بنزين وانت تقول لها لا البنزين وحش انا هديها ميه، والعربيه تفضل تكركر منك. انا ممكن اجيب لك اتنين، واحد رشيق وجسمه مثالي وواحد تاني ملظلظ خالص، وجيت قلت لهم اعملوا تحليل دم، هتلاقي مثلا ان اللي جسمه رشيق الكوليسترول بتاعه في السماء، والملظلظ الكوليسترول بتاعه نورمال. طبعا هتقول ان الملظلظ ده كويس وقراءته كويسه، وان الرشيق والمثالي هو اللي عنده مشاكل، وهتكذب عينيك لان الابحاث بتاعت 30 40 سنه بتقول الكلام ده. طبعا كلنا عارفين ان الابحاث القديمه دي كانت معظمها اوبزرفيشنال، يعني انت بتجيب ناس وبكوشنير تسالهم انت اكلت ايه السنه اللي فاتت ومن سنتين، وبتبقى مثلا دراسات على 5 سنين و10 سنين و20 سنه، وتيجي تسالهم انت اكلت ايه. انت ممكن ما تبقاش فاكر انت اكلت ايه امبارح. وطبعا زي ما قلت لك ان هم بيلغوا حاجه اسمها اللي هي السينرجيتك افكت، زي ما انا شرحت ان في اكله ممكن تاثر على الاكله الثانيه فيزودوا تركيز حاجه معينه. زي مثلا انا قلت الكوليسترول لو اتاكل مع الترانس فات بيقول لك بيعلي الكوليسترول، لان المشكله كانت في الترانس فات او الويسترن دايت. فانت تيجي بقى تعمل لي كويشنير على ناس خلال 20 سنه وبعد كده تقول ده المشكله طلعت في البيض. دراسات لا يمكن ان انت تبني عليها اي كونكلوجن. ده حتى كمان منظمه الدواء والغذاء لسه من شهر او شهرين طلعوا قالوا ان احنا هنغير القوانين، اللي كانت بتقول ان الدهون المشبعه اللي هي بتيجي من اللحمه هي السبب في مشاكل القلب، وهنغير القوانين دي لان القوانين دي كانت قديمه، وكلنا عارفين ان القوانين دي اتعملت عشان ايه. هسيب لكم الرابط كمان تحت الفيديو. هتلاقي كمان ان في فيديوهات كتيره وناس كتيره بتاعت رياضه وتغذيه هيقول لك خد بقى البروتين وبري ورك شيك وبعد كده سكوب قبل النوم. يا جماعه انت لو ماشي كيتو او على الاقل بتاكل لحمه وبيض بشكل منتظم اكتر من كذا يوم في الاسبوع، انت مش محتاج بروتين وكرياتين لان انت بتاخدهم من اللحمه ومن البيض. فطبعا انت هتلاقي ناس تقعد تقول لك خد كذا سكوب وخد كميه قد كده، لان الناس دي اصلا يعني ممكن ما بتبقاش تاكل لحمه. ده اصلا في مكمل بروتين للناس الفيجيتيريان، للناس النباتيه، بقول لك عشان مش عايزين ياخدوا البروتين اللي هو بيبقى فيه حليب وبيض. فانت متخيل ان دي ناس يعني حارمه نفسها من اللحمه وحارمه نفسها من البيض، فطبيعي تقول لك خد، وهتلاقيهم معضلين وهتلاقيه عندهم اجسام لان هو بيوصل لكميه البروتين اللي هو محتاجها يوميا بس من المكمل. انت كانسان طبيعي بالغ محتاج من 1 ل 2 جرام بروتين لكل كيلو جرام من جسمك يوميا. لو انت بتمارس رياضه وخصوصا كمال الاجسام انت ممكن توصل الكميه دي ل 3 جرام لكل كيلو جرام يوميا. لو انت عندك مشاكل في الكليه الكميه دي بتنقص ل 0.8 جرام لكل كيلو جرام من جسمك. فهل انت متخيل ان انت تدخل 3 جرام لكل كيلو جرام من جسمك من المكملات بس؟ يعني شايف الكميه اللي انت هتدخلها لجسمك هل ده صحيا على المدى البعيد؟ اسمه مكمل غذائي لان انت المفروض ان انت تاخد الكميه اللي انت محتاجها من البروتين على الاقل 70 ل 80% منها من الاكل، وبعد كده تزود عشان توصل ل 100% من المكمل. ثالث نقطه مهمه هنتكلم عليها هي امتى تاخد المكمل وازاي. زي ما انا شرحت ان العمليه بتاعت ان الكرياتين يدي مجموعه فوسفات الاي دي بي عشان تتحول للاي تي بي اللي هو جزيء الطاقه دي سريعه، فهي مهمه في التمرينات الشديده. يعني انا انصحك ان انت تاخد الكرياتين في اليوم اللي انت هتلعب فيه تمرينه شديده، ما تاخدوش يوميا.
ان المشكله ان الناس بتمارس الرياضه سواء كانت في الجيم او اي رياضه تانية تحسسك ان هو داخل سباق بكره. انت ما ينفعش تبقى طول الاسبوع تروح الجيم تطلع روحك تطلع من الجيم مش قادر تمشي. الجسم محتاج فتره استشفاء والعضلات محتاجه فتره استشفاء، ده غير النوم. يعني انا هخلي حلقه لوحدها عن النوم لان الناس مش مديه الاستشفاء والنوم حقها. يعني الاستشفاء والنوم ده حاجه اساسيه زي الاكل وزي التمرين، فانا هخلي حلقه لوحدها عن النوم والاستشفاء. بس انت عضلاتك عشان تنمو، سواء انت كنت بتمارس رياضه مش الهدف منها الكتله العضليه، او سواء كنت بتمارس كمال الاجسام وهدفك ان انت تعلي الكتله العضليه، انت ضروري محتاج استشفاء عشان العضله تنمو. الاستشفاء ده مش بس ان انت تنام. لو انت بتتمرن اكتر من 5 مرات في الاسبوع، احنا مثلا كعدائين بنمشي بنظام 80-20، يعني 80% من تمارين الاسبوع بتبقى تمارين سهله ومتوسطه الفي او 2 ماكس بتاعها متوسط او قليل، و20% من تمارين الاسبوع بيبقى تمارين عاليه الكثافه الفي او 2 ماكس بتاعها عالي. ليه؟ لان الجسم محتاج استشفاء عشان اليوم اللي هتروح تتمرن فيه تمرينه قويه يبقى جسمك قادر ان هو يديك الطاقه وان انت تكمل التمرينه كويس. فانت مثلا لو بتروح الجيم ما ينفعش كل يوم تدخل تهلك نفسك تطلع من الجيم مش قادر تمشي. حاول ان انت يوم تبقى ترفع اوزان تقيله ويبقى يوم شديد، واليوم اللي بعده مش هقول لك روح تتمشى في الجيم، لا، يعني اوزان خفيفه بحيث ان انت تحرك عضلاتك ويبقى معاها كارديو، بحيث ان انت رايح طالع من الجيم انا لسه عندي طاقه ان انا ممكن العب كمان نص ساعه ولا ساعه كمان، وتبقى تمشي على كده. يبقى مثلا يومين في الاسبوع او 3 بالكتير تبقى التمرينه شديده وباقي الاسبوع تبقى تمرينه خفيفه. التمارين الشديده هي دي اللي تاخد فيها كرياتين. عود جسمك ان هو يقدر يديك طاقه في التمارين المتوسطه من غير ما تديله كرياتين. نفس الكلام انا بستخدمه في مكملات الكيتونز. مكملات الكيتونز دي انا ما باخدهاش الا في التمارين الشديده خالص. بالنسبه للبروتين، حاول ان مصدر البروتين بتاعك يبقى معظمه من الاكل. كتر بيض، مفيش مشاكل من البيض. يعني انسى الخرافات اللي كانت بتقال زمان ان البيض ليه علاقه بمشاكل القلب والاوعيه الدمويه. انسى الكلام ده نهائي. كتر من البيض، لو انت تقدر تشتري بيض كتر. انا اعرف ناس اجسامها مثاليه جدا وبتاعت كمال اجسام، وحتى كمان مش كمال اجسام ورياضات تانية بياكلوا كميه بيض مهوله من 20 ل 30 بيضه في اليوم. انا لو اقدر اعمل كده هعمل. مش لازم يبقى كله بيض مسلوق. انا عارف ان البيض المسلوق ده بيبقى صعب ان انت تاكل كتير منه، بس يعني ممكن تخليها اومليت، يعني خلي شويه في الصبح شويه في الغداء وشويه في العشاء. قسمهم بحيث ان هو يديك مصدر بروتين كتير، ولو بقى اللي فاضل بقى من المكمل استخدم المكمل. حاجه اخيره حابب اتكلم عليها هي الواشنج بيريود، يعني فتره الغسيل. الجسم بيتخلص تلقائيا، بيتخلص من اي حاجه بتخش له مع الوقت. فانت زي مثلا الدراسات اللي هي الكلينيكال ترايلز او الدراسات السريريه، لما بيجيبوا مجموعتين، مجموعه تاخد دواء او اكل معين ومجموعه الثانيه تاخد حاجه ثانيه، ويمشوهم مثلا شهر كامل كل مجموعه تاخد حاجه، وبعد شهر بيعملوا لهم موشنج بيريود او فتره غسيل بتبقى مثلا اسبوعين ل3 اسابيع، بيخلي الجسم ينظف نفسه من المكمل او من الدواء او من الاكل اللي هو اخده، وبعد 3 اسابيع بيدخلوهم تاني في الدراسه. انا ده بحب اعمله دايما مع اي مكمل. اعمل فتره غسيل تبقى مثلا من اسبوعين ل3 اسابيع لاي مكمل بتاخده سواء كرياتين او بروتين. يعني انت مثلا لو ماشي على كرياتين شهر، وقف كده مثلا اسبوعين ولا حاجه وبعد كده ارجع له تاني. لو انت بتاخد مكملات البروتين، لو انت قادر توصل لاحتياجاتك البروتين من الاكل، وقف المكمل شويه وبعد اسبوعين 3 اسابيع ارجع له تاني. فتره الغسيل دي مهمه جدا لانها بتنظف جسمك من اي حاجه عشان تبقى مطمن ان جسمك بيغسل اي حاجه مش طبيعيه دخلت الجسم. اخر حاجه حابب اتكلم فيها، لو سالتني ان انا مش قادر يعني اشتري كل انواع اللحمه او اللحمه غاليه، فايه ممكن مثلا حاجه كده تديني معظم العناصر الغذائيه اللي انا محتاجها؟ انصحك بحاجتين: الكبده البقري والبيض. الكبده البقري اول حاجه اعتقد ان سعرها ارخص من الستيك والكفته على حسب انا ما شفت في كذا مكان. تاني حاجه ان الكبده البقري دي تقريبا فيها كل العناصر الغذائيه سواء فيتامينات او معادن او حديد اكتر من اي نوع تاني من اللحمه، او طبعا واكتر طبعا من اي مصادر غذائيه جايه من النباتات. بس اتاكد انها كبده بقري مش كبده ديناصورات، ماشي؟ خليها ديناصورات. وتاني حاجه البيض، كتر من البيض على قد ما تقدر، مصدر دهون صحيه ومصدر بروتينات. انا كده خلصت، اشوفكم في فيديو جديد.